السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الا عندكم مناسبه او عيد ميلاد وبغيتوا تصاوبوا كاطو في نفس الوقت ما بغيتوش شي حاجه اللي كتشد الوقت بزاف وفيها بزاف ديال لي تكنيك، هاد الوصفه هذه صوبتها بالمول العجيب، كيجي رائع جدا. وصفه تقدموها هكا في اعياد الميلاد اولا في الحفلات اولا هكذا غير لكم نتوما، وكتجي زوينه بزاف كيف كتلاحظوا حتى في المنظر ديالها. خليوا لي في التعاليق الا بغيتوا نشارك معكم وصفات بهذا المول العجيب، الا لقيت عليه طلبات كثيره ضروري مره نشاركها معكم. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تنساونيش من تعاليقكم ولايكاتكم. اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنبدا نحضر القالب ديالي. عندي هنا قالب ديال 25 سنتيمتر في القطر ديالو. كيف كتلاحظوا كيكونوا مزوقين هاد القوالب، هادشي علاش كيعطيو واحد المنظر زوين للكاطو. كناخذ واحد شويه ديال الدقيق، تقريبا واحد المعلقه كبيره، وكنحاول انني نوزعها على المول. انا الصراحه بالنسبه ليا مثلا في لي كاطو دو الشوكولا كنفضل انني ما نديرش الدقيق لانهم كيديروا واحد الطبقه بيضاء، وكنظن ان هاد لي مول هادو راه ما تيلصقوش. غير انا مازال ما زعمت انني نجرب نخليه هكاك غير بالزبده، يعني انا ضروري كندهنو بالزبده وكنخلي داك المول في الثلاجه حتى كنبغي نستعملو كنجبدو. غنغربل النواشف باش يسهل عليا الخدمه. عندي هنا 120 غرام ديال الدقيق الابيض و 30 غرام ديال الكاكاو المر. كلشي المقادير غنخليهم لكم بالكاس ديال العنبه في صندوق الوصف. غير هو من الافضل انكم هكا تاخذوا الميزان، كيسهل عليكم وكيخلي ان الوصفات ديالكم كتكون ناجحه مليون في المية. غنزيد قبصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه تكون هكا مملوءه كافيه. صافي كنغربل هذا الخليط هذا وتنحتفظ به جانبا. ضروري ما كتغربلوه دابا، وعاوتاني ملي كتبغيو تضيفوه على الخليط كتغربلوه مره ثانيه باش هكا تيعطيكم واحد الكيك اللي كيكون هش وخفيف. في واحد البول كندير 4 ديال البيضات يكونوا ضروري بدرجه حراره المطبخ. دابا راكم عرفتوها وتعودتوا عليها دائما لي كيك يكونوا البيض ما يكونش بارد. كناخذ هنا كاس ديال العنبه اللي هي 130 غرام ديال السكر، وكنضيف عليها كيس ديال السكر الفاني. صافي كناخذ البيض ديالي وكنبدا نطرب بالطراب الكهربائي. كنطرب بسرعه متوسطه، ما كنضيفش السكر حتى كيبدا يبانوا ليا فقاعات تكونوا فوق الخليط. عاد كنبدا نضيف السكر تدريجيا وانا كنطرب. ضروري ما تخليوه يتطرب مزيان الوقت الكافي هكذا حتى كيفتح اللون ديالو وكيتضاعف الحجم ديالو، كيولي داير القوام ديالو بحال شي موس. كيف كتلاحظوا راني كنضيف السكر شويه بشويه مع التطراب حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون هكا بحال قلت لكم بحال اون موس. غادي تشوفوا الخليط من بعد نوريكم كيفاش غيكون. ملي تساليو سميتو الكميه ديال السكر زيدوا في الطراب، زيدوا في السرعه ديال الطراب وخليوه كيتطرب. ها نتوما كيف كتلاحظوا كيكون الطراب ديالي دايره حتى الماكسيموم، وتنبدا نطرب حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. كيف كتلاحظوا القوام ديالو راه باين في الفيديو. صافي هنا كنحبس التطراب. غادي نضيف هنا عندي نص كاس ديال زيت المائده، ما يكونش عامر بزاف، المهم نص كاس اللي هي 70 غرام. كنطرب، انا خليت لكم ما سرعت ما والو، طربوا غير شويه غير تشوفوا ان تجانس وحبسوا. شفتوا شحال طربت؟ ما تكثروش في التطراب. وغادي تزيدوا هنا واحد ربع كاس ديال اللبن اللي هي 30 غرام تقريبا. الا ما عندكمش اللبن ممكن تضيفوا ديروا نفس الكميه ديال الحليب، ولكن قبل ما تبداو به هكا تزيدوا ليه معلقه ديال الخل. هنا غنضيف ملعقه صغيره ديال الخل حتى هي ضروري نزيدها. نرجع نقول لكم على بالنسبه للحليب. الا قلت لكم الا ما عندكمش اللبن وعندكم غير الحليب، اول حاجه غتبداو بها هي انكم تاخذوا ديك 4 كاس ديال الحليب وتضيفوا ليه شويه ديال الخل وخليوه باش يتفاعل، راه كيرجع لكم بحال اللبن. صافي هنا كنحبسوا وكنحيدوا الطراب وكندوزو نضيفوا النواشف. غنضيفهم على 2 ديال المرات وعاود نغربل مره ثانيه. هادشي كيخلي ان داك الكيك ديالكم يجي هشيش وخفيف وكيجي ناجح 100%. هنا غادي نضيف سميتو النواشف ديالي، غنغربلهم وغادي نحاول ندخلهم غير بشويه، سواء بون سباتول اولا بداك الطراب اليدوي. انا كنفضل الطراب ديال اليدوي، ما كيخليش دوك سميتهم دوك الكويرات انهم اولا الحبيبات انهم يتكونوا ليا في الخليط.
صافي كنبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله، وكنحاول انني ما نهبطش الخليط اولا ما نهبطش الهواء اللي دخلت في التراب الاول ديال الخليط. صافي كنضيف المره الثانيه وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه، وحاولوا ما تهبطوش الخليط وما تحركوهش بزاف، لان راه دايرين كميه قليله ديال الخماره، يعني معولين غير على داك الهواء اللي دخل في الاول وعلى ديك المعلقه صغيره ديال الخماره اللي ضفنا. ها هو الخليط ديالي كيف كتلاحظوا القوام ديالو. وكنأكد عاوتاني على واحد الحاجه دائما كنأكد عليها، اللي هي النوعيه الجيده ديال الكاكاو، كتعطي واحد الفرق كبير في الكاطو ديالكم. ضروري تاخذوا شي نوع زوين، سيروا على الموالين الحلوه راه كاين عندهم انواع زوينه وكتعرفوها غير من اللون ديالها، كيكون اللون ديالو احمر ماشي كحل. كندير الخليط ديالي في القالب وكنحاول انني نضرب به سطح العمل واحد شويه باش نتخلص من الفقاعات. ندخلو الفران اللي مسخن من قبل على 180 درجه تياخذ ليا من 30 حتى ل 35 دقيقه تقريبا على حسب الفران ديالكم. وتيستيو دائما بشي عود خشبي باش تاكدوا انه طيب. ديموليه وهو باقي سخون وخليه فوق واحد لاغري حتى يبرد تماما. في واحد الكاسرول غادي ناخذ عندي هنا 200 غرام ديال الفخومبواز اللي كيكون مكونجلي انا عندي. اللي عندكم طريته هو ديروه. كتضيفوا ليه تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده وواحد المعلقه كبيره ديال الحامض، كنديرهم فوق واحد النار اللي متوسطه باش نحضروا واحد لا كومبوت ديال الفخومبواز. تنخليوها فوق واحد النار متوسطه ونخليوها هكا حتى يتقل القوام ديالها. هنا غنخليها حتى تبرد شويه اولا تدفى. الا بغيتوا انكم طحنوها، الا ما بغيتوش راه يكفي انكم غير تصفيوها، والا ما بغيتوش كاع تصفيوها خليوها الا ما عندكمش مشكل مع دوك الحبيبات الصغار ديال الفخومبواز. بيد ما يدفى لينا داك الخليط ديال الفخومبواز اولا الكومبوت الفخومبواز غنحضر الخليط اللي غادي نسقي به الحلوه ديالي. عندي هنايا كاس ما عمرش ديال الحليب عادي، انا كنسقي غير بالحليب، ما تنبغيش ندير داك السيرو، خصوصا حيت هادو حلوه اللي غادي نقدمها غير لوليداتي وغناكلوها ما غاديش تعطل. غنضيف ليها معلقه كبيره ديال الكاكاو المر وضفت حتى شويه ديال العسل وحركته مزيان حتى حصلت على هذا القوام. الكاكاو مهم انه يكون زوين، كنأكد عليه. غنخلي لكم الماركه اللي تنستعمل انايا غالبا وفين تناخذها نخليها لكم في صندوق الوصف. حاولوا تسقيو الكاطوم ديالكم مزيان من الوسط وحتى دوك الجوانب اللي طالعين حتى هما حاولوا انكم تسقيوهم مزيان هكذا باش كيجيكم داك الكاطو متشرب وهكا تيجي معلق. غنضيف الطبقه ديال لي فخومبوز، راني صفيته شويه باش نقص هذوك الحبيبات وغادي نحتفظ به بالثلاجه حتى تماسك شويه ديك الطبقه. بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير في الفوق، انا احتاجيت هنا 200 ملل ديال الكريمه السائله. دائما كنستعمل انا الكريمه الحيوانيه، ما مهم كيبقى داكشي على حسب الاذواق وعلى حسب الميزانيه اللي عندكم. حتى دوك الكريمات الحيوانيه بحال هلاله وداكشي زوينين، غير انا كنفضل انني ناخذ هاد الحيوانيه كيكون المذاق ديالها زوين. وكنتحكم في الكميه ديال السكر، كنزيد معلقه كبيره ديال السكر كلاصي وكيس ديال السكر الفاني. وهنا باش تجيني كريمه اللي شاده مزيان كنضيف ليها واحد 2 معالق كبار ديال الجبن الطري. كيف لاحظتوا انا درت هذاك جيرفي. الا عندكم ماسكاربون ديروه حتى هو، الا ما عندكمش غير هذا الجبن هذا كيجي كتجي كريمه لذيذه وكتجي حتى القوام ديالها متماسك. تنبدا نطرب شويه بشويه وانا كنزيد في السرعه. وبالنسبه للكريمه ضروري ما تكون بارده جدا حتى هادو ديال الطراب راني كنكون دايرهم في الكونجيلاتور قبل ما نبدا نخدم بهم. ما تطربوش بزاف باش ما تخسرش لكم الكريمه، غير كتحصلوا على هذا القوام المتماسك كتحيدوها. انا هنايا درتها على 2 ديال لي بوش باش ندير 2 شكيلات، نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا غادي نبدا نزوق اولا نبوشي الكريمه ديالي. كيف كتلاحظوا ديك الطبقه ديال الفخومبواز راها تتشربها شويه الكيك ديالكم، لان ما فيها لا جيلاتين لا والو، يعني كتشرب فيها دوك السوائل وكتخليها تنشف شويه. الا بغيتوا طبقه اللي كتكون باينه ديال الفخومبواز وكبيره، غتزيدوا في الكميه ديال الفخومبواز وديروا شي ورقه ديال واحد الورقه ديال الجيلاتين هكذا باش كتكون عندكم واحد الطبقه اللي كتكون متماسكه. ولكن هكذا بلاش، انا كنفضل انها تبقى هكذا لان داك المذاق ديال الفخومبواز والحموضه ديالو تتبقى باينه في الكاطو ديالكم. صافي هنايا كيف لاحظتوا زوقتها ب2 ديال لي بوش هكذا بالتناوب حتى وكتعطي واحد المنظر زوين بزاف. غناخذ هنا الشوكولاته السوداء وهذاك ليكونوم داك الموس ديال باش كنقشروا الخضره، وكنحاول انني ما بانش ليا كيسحب ليا واش كيبان لكم في الكاميرا.
غنحاول من بعد راني غادي نقرب يدي باش تشوفوا كيفاش كندير. يعني هكذا بحال كتنجروه من الجانب وتعطيكم واحد المنظر زوين ديال الشكلاط هكذا مرولي. وكتزوقوها سواء تقدروا تحكوه بالحكاكه الغليظه وديروا هكذا ترشوه من الفوق بحال الفوغينوار، تقدروا تزوقوها بترشوا فوق منها شويه ديال الكاكاو بحال اللي كنديروا في التيراميسو. يعني كيبقى لكم الاختيار في التزيين. هنا راه يمكن غيبان لكم كيفاش كندير. كيف لاحظتوا كيجي مهم منظر زوين، كيبقى غير اقتراح وصافي ديال التزيين. ممكن تزيدوا من الفوق شويه ديال الفواكه بحال الفرomboise اللي استعملنا من الداخل، وكنخليوها كتبرد في الثلاجه وكتشرب مزيان وكتتنكه مزيان، وكنقدموها بالصحه والراحه. انا غنقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كتجي رائعه جدا. هكا تقدروا تزيدوا عليها غير شويه ديال الشميعات اولا ديك اللي كنزيدوا من الفوق كتكون فيها عيد ميلاد سعيد اولا جويز انيفرسير، وكتقدموا هكا كاطو ديال لا كريم بلا عذاب بلا والو. وبطبيعه الحال الا كنتو بحالي كتفضلوا لي كاطو واخا يكونوا سامبل نحضرهم انا بيديا احسن ليا ما نشريهم. فديروا هاد الكاطو هادو وما اكيد ما غاديش تندموا عليه. كيجي بحال الفوغينوار لذيذ بزاف وزوين في المنظر. نتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم. طبقوها، ترسلوا لي صديقاتكم كيف العاده في الانستغرام ديالي باش نشاركوا مع الاصدقاء والصديقات. اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. نخليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله.